السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نقدم معكم واحد الفيديو غريب نوعا ما ديال الخبز اللي تيشد لنا البارد. من اليوم ما غنبقاو نلوحوش نهائيا الخبز، غنديو فيه الاجر وغادي نستعملوه عده استعمالات، منها هذا الاستعمال هذا الاول، وان شاء الله غنزيد معكم استعمالات اخرى من هذا الخبز هذا اللي تيبقى لنا شايط. هنا تنجيبوا واحد البول وكانت شايطه لي واحد الخبزه ونص بارده، قطعتها هكا على شكل طولي ولا تقطعوها بيديكم ولا طريفات كيف ما بغات تكون التقطيعه ديالو، ونحطوها في داك البول وغادي نخويو عليها واحد الكاس د الماء ولا غراف د الماء على حسب الخبز اللي نتوما تيتواجد عندكم. هذا انا كان عندي خبز هكاك ديال 3 ايام ولا هذا ما بغيتش نلوحو، هانتوما غادي تشوفوا شنو غندير به. هنايا خليت داك الماء خليته هكا شي نقع في هذا الخبز هذا، داك الماء خليته هكا مده نصف ساعه هكاك ولا ثلث ساعه، ماشي بزاف، تيتشرب لنا داك الماء ان شاء الله بحول الله. غادي نشرعوا دابا في بدايه الفيديو. هنايا من بعد ما تشرب لنا داك الماء، داك الخبز داك الماء ديالنا هكا كنت نفخت انا لي كون ديالي لبستهم وصافي. تنحاول انني ندخل فيه الاصبع ديالي هكاك تيتفرتت الخبز كما تلاحظوا حتى تيتفرتت لنا كامل وتيتشرب كاع داك الماء، تيبقى كما تلاحظوا. هنا تنكونوا موجدين واحد المعلقه كبيره ديال صوماص ديال الطماطم المركزه، صافي تنخفوها بشويه ديال الماء وتنوضعوا هكا شويه ديال الزيتون مقطع والزعتر وشويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. وانا وضعت في 2 فرماجات حيت ما كانش عندي الفرماج غابطي داك الاصفر، نتوما اللي كان عندكم الفرماج الاخر كان احسن، ولا بغيتو تزيدوا حتى الزيتون مقطع داك الاصفر حتى هو تيتواتى معاه وتيجي زوين. المهم العطريه وهذا الشيء غديروا لداخل نتوما ولاكم لو شو كل واحد شنو يبغي يزيد. المهم انا وضعت جات اللذه صراحه بحال اللذه ديال البيتزا، ما تصوروش كيف جات اللذه ديالها، تبارك الله ما شاء الله. داك الريحه ديال الزعتر مع الزيت مع داك الفرماج جات رائعه بزاف. هنايا هكا كما تلاحظوا بقينا تندمجوا العناصر ديالنا ديك الخبز كلها، فرستناها بالاصبع ديالنا حتى ما بقاش نهائيا طروفه ديال الخبز صافي. وهنايا دخل فيها ديك لاصوص وكل شيء. هنايا من بعد ما دهنا اللاطه ديالنا بواحد شويه ديال الزيت صافي وضعنا فيها هذا الخليط ديال الخبز كله وقرصناه. انا اختاريت هذا الموس غيور، كنت ندير فيه هكاك المسكوته ولا تندير فيه ندير فيه بزاف ديال الحوايج. هنايا درت فيه هذا الخبز هذا وقرصته، والفران ديالنا راه ديجا سخون صافي. تنوضعوه يطيب على اقل من المهل ديالو باش يجينا محمر من الفوق ومن التحت وما يجيناش معجن. وهنايا ملي غادي تشوفوا هاد الوصفه هذه وغادي ان شاء الله تجربوها وتعجبكم نهائيا، ما تبقاوش نهائيا تلوحوا الخبز صراحه ممكن اننا نستعملوا به بزاف ديال الحوايج، وعلى اننا نلوحوه ولا نخليوه حتى يفسد او لا يغمى. لنا الخبز اللي شاط عندي بارد نديرو هكا في الكونجيلاتور حتى تنعاود الاستعمال الاخر ديالو. هنا كما تلاحظوا هانتوما اللي شفتوها تبارك الله ما شاء الله، الريحه فائحه منها ديال الزعتر تبارك الله، جا واعر وكان تنقرضوا وما تصوروش الرائحه ديال الرائحه وما تصوروش التقرميله اللي فيه. انا خليته هكا حتى تحمر بزاف صافي وتيجي في المذاق يا سلام. نتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم وتجربوها وديروا لي ابوني ومتابعه. وهذه الوصفه هذه راه بسيطه جدا صراحه، انا غير بغيت نشاركها معكم وصافي، ماشي زعما شي اختراع وانما المهم شاركتها معكم. حتى شي حاجه الهدف ديالنا هو انه حتى شي حاجه ما نلوحوها وكلشي بامكاننا اننا ناكلوه، هي اننا نخدموا عقلنا ونفكروا مزيان شنو غنديروا به. وممكن هذه الوصفه هذه تزيدوا فيها حتى البيض ان شاء الله. مره اخرى غادي ندير وصفه اخرى بالخبز ولكن غنديروا فيها البيض، وان شاء الله بحول الله غنقدم معكم حويجات شهوات لرمضان ان شاء الله بحول الله. تنتمنى هي هكا نجلس واحد العطله غنشدها ان شاء الله بحول الله، ونقدم معكم معسلات اللي غنديروا في رمضان وشي حويجات اللي غادي تعجبكم بزاف. وتنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم وتجربوا هذه الوصفه هذه. صراحه صدقوني والله ما غادي تندموا الا جربتوها. انا تكلات لي في ديك الساعه وقلت انت علاش كنا تلوحوا هكا الخبز ولا تنخليوه يخسر، علاش زعما ما نستافدوش منه ونطلعوا منه شي حاجه اخرى ناكلوها. وتنشكركم بزاف على المتابعه والصحه والراحه.